السلام عليكم، معكم دبوبلي مرة أخرى. اليوم غنديرو مراجعة من هنا لقدام، غادي نبقاو نديرو مراجعة للأفلام، غادي نمشيو نتفرجو في الفيلم، غادي نعطيوكم القصة، الشخصيات، الممثلين، وشنو اللي عجبنا وشنو اللي ما عجبناش في الفيلم، والتنقيط ديالنا على 10. المهم اليوم باش نكونوا واضحين، هذه اول مراجعه لينا، اذا كانوا شي اخطاء ولا شي حاجه يكون نقد بناء. اليوم وجدوا راسكم غادي نشوفوا مولاتي المغرفه اش بدات لينا. باش نبداو هذا الفيلم، هذا خرج هذا العام، هذا في 2016 للعشاق الجديد واللي كيسولوا على وقتاش خرج. هذا الفيلم هذا عاوتاني عنده طابع اكشن وفكاهي. علاش قلت عنده طابع اكشن وفكاهي؟ حيت تيجمع دروك اللي هو تيمثل الاكشن وكيفن هارت اللي تيمثل الفكاهه. دابا في نظركم كيفاش يكون هذا الفيلم الا جمعنا كيفن هارت ودروك؟ بزاف الشيء اللي يخليكم ما تندموش الا تفرجتوا فيه وغتكملوا حتى الاخر. القصه وما فيها جوج ديال الدراري من التسعينات مجموعين في الثانويه، كيفن هارت اللي شكون سميتو جولدن جيت ودوين جونسون بوبستون، واحد يكون شعبي في الثانويه ديالو بحالي وقيلا في الثانويه، وبوب ستون اللي غادي يكون دوك الدراري المحقورين. يا اش كنتي بحالو؟ لا خليكم تكملوا هذا الفيلم. صراحه هو كيفاش يتلاقوا هاد الجوج هادو في الثانويه وكيفاش يتلاقاو من بعد مرور ديال السنوات. او السيد كان عايش بيس حتى كيجي عنده واحد صاحب واحد النهار حيت تعاطف معاه في الثانويه تيقول ليه يلاه وشي ورطو في حياته. ولكن الحاجه اللي مزيانه هي ان هاد المواقف وهاد المشاكل اللي يدوزو منهم وهاد المغامرات هو اللي يتبنى عليهم الفيلم كامل. دابا باش ما نحرق لكمش المراحل ونخليكم تشوفوا هاد المشاكل هادو اللي نبني عليهم الفيلم كاملين، ندوزو للنهايه. النهايه كانت مزيانه. اول حاجه ما غاديش تبكيو في الاخر حيت عندنا النهايه متوقعه. المهم دابا غادي ندوزو المعلومات على الفيلم. الفيلم نتاع سنترال انتيليجنس، تمثل في لوس انجلوس ميريكان، كلفهم في المعدات وفي التمثيل وفي داكشي كامل 50 مليون ديال الدولار. 50 مليون دولار. لكن اللي يصدمكم هو شحال دخل لهم غير في النورث اوف امريكا الشماليه، حوالي 126 مليون تاع الدولار. ومن غير امريكا الشماليه 80 مليون دولار، يعني في المجموع 206 مليون دولار. اخسر تربح بزاف. المسخوط ديال توربر اللي هو المخرج نسيت ما قلتو لكم، دخل الصراحه الله يتفادى الاخطاء اللي كانوا عنده في هذا الفيلم، لكن صراحه الفيلم كان زوين. افضل جوج ديال الشخصيات في هذا الفيلم بطبيعه الحال هما الابطال ديال الفيلم. الاولاني جولدن جيت، واللي عجبنا فيه وبزاف هو انه الفيلم كامل ما فهم والو. السيد عيغاد هذا كيدوي معاه تيتبعو، هذا كيقول ليه شي حاجه كيتبعو، مره يبيض هذا مره يبيض هذا هو غاد. واللي غادي يعجبكم كثر هو في الاخر فيلم واحد. تخيل معايا في ايام قليله تبدل السيد ولا قبيح بزاف تصر والشخصيه الثانيه هو دروك اللي داير بوبستون. عرفتي داك السيد اللي كيجي وكيدخل تينزل عليكم بحال الصاعقه؟ هو هذا الضياف اللي كيجي. لا هو بحال هكا من هوس. انا نقول لكم شنو اللي غادي يعجبكم. السيد داير بحال شي دري صغير بجسم كبير ديال المصارع صحاح ومقلدم، كيهز فرادو كيعرف يدابز. كاين شي حاجه كثر من هذه. وخاطر واحد الحاجه هو كيفاش كان في الثانويه وكيفاش ولا الحد راه مفعوله. بالنسبه اللي عجبنا في الفيلم فهو انه كيعالج واحد القضيه اللي هي التنمر باللغه العربيه الفصحى وبالدارجه الحقر والاثار النفسيه اللي كتخلي على بنادم شو دروك ملي كان صغير حتى الكبير ومازال تيعاني منها. والقضيه الثانيه هي ان شفنا واحد انسجام واحد التناسق خطير بين هاد الجوج هادو. كانوا كيمثلوا شحال اللي ما عجبناش في الفيلم وكنتمناو يتحيد هذا الشيء. كاينينش افكار تسلسل الاحداث معروف والنهايه معروف. عارف راسك شنو غيوقع من بعد شنو هي النهايه تتبدل على القصه. صراحه بغينا شي قصص يكونوا التسلسل ديالهم ما معروف وما يمكنش توقع، ما يمكنش حيت ولا هذا واحد الحدث خطير للافلام. اللي نقول لكم على هذا الفيلم والتنقيط ديالنا عليه انه زوين وبزاف غادي يعجبكم تفرجوا فيه. والحاجه اللي زوينه فيه انه كوميدي وفيه اكشن، يعني صراحه تيقتل. تنقيط دابا واحد شحال دابا في نظركم نعطيو الفيلم ولا لا؟ سير 8 ونص على 10.
ويستحق هاد النقطه بزاف. صراحه نقطه ونص لتحديات، راكم عرفتوا علاش. قسموا معنا ديك 160 مليون دولار. نتمنى تكون عجباتكم اول مراجعه ديالنا للفيلم ونكونوا فدناكم بزاف. اللي بغى يتفرج في الفيلم راه غادي يلقاه في الباج ديالنا لتحت في الديسكريبسيون، دير جيم ليها باش يبقاو يوصلوك كاع الافلام اللي غنبقى ندير لهم الريفيو. وبالنسبه لهاد الحلقه هادي بغينا الماكس نتاع الشير وبغينا اللايك والسبسكرايب باش يبقى يوصلوك ديما الريفيو. To another day, to another review.